ازيكم. هتكلم النهاردة معاكم على حاجة جديدة بقى، وبتعمل أزمة عند ناس كتير، ألا وهي موضوع قراية الداتا بتاعة الأب كامبينز. ناس كتير بتكون عندها مشكلة وبتكون محبطة لما بتيجي تطلع كامبينز على الأبس، لأنها بتشوف يا إما أرقام غريبة، يا إما بتشوفش أي conversions، يا إما بتشوف conversions بكوست عالية جدا في الكامبينز بتاعة الأب. هحاول النهارده افهمكم الايكو سيستم كده بتاع الاب في الحته بتاعه الريدنج الداتا. وخصوصا يعني الموضوع ده بقى منتشر جدا بعد موضوع الاي او اس والبرايفسي اللي بقت موجوده على الاي او اس. فخلينا نبدا. هنتعلم النهارده ازاي نقرا، ازاي نبص ونانلايز الكامبينز داتا بتاعه الاب. هنعرف ايه السيجنالز او الكي بي ايز او الماتريكس اللي نبص عليها بدري علشان نعرف اذا كانت الكامبينز بتاعتنا ماشيه في الاتجاه الصح ولا لا. هنعرف ايه السورسز اللي نبص عليها واحنا بنقرا الابس بتاعتنا، الاب كامبينز يعني. هنعرف ايه انواع الكامبينز اللي موجوده على الادز بلاتفورم، وامتى نستخدم كل كامبينز، وايه الاوبجكتيف بتاع كل كامبينز يعني موجود، وامتى استخدم الكامبينز دي بناء على البيزنس فيز اللي انا فيها دلوقتي. فهنبدأ كده ونقول اولا خلينا نفرق ما بين الجيرني بتاعه الابليكيشن والجيرني بتاعه الويب. الويب انت اليوزر بيخش على الويب سايت، بيعمل لاندنج بيج، بعد كده بيمشي في البروسيس بتاعه الباينج او البيرشيس، اللي هو بيعمل اد تو كارت، بيشوف منتج الاول، بيعمل اد تو كارت، بيتشيك اوت، بعد كده بيبيرشيس. فهي الجيرني كلها بتحصل في سيشن واحدة او في نفس الزيارة. ممكن زيارة زيارتين، بس انت بيكون واضح الفانل كاملة بتحصل في خلال زيارة واحدة يعني. الابليكيشن بقى الوضع مختلف شوية. وحاجة تانية ان في الويب الداتا كلها بتيجي في نفس الوقت، خلاص انت اليوزر بيعمل اد تو كارت، بتشوف الاد تو كارت، بيعمل تشيك اوت، بتشوف التشيك اوت، ونفس الكلام في البريشيس. الابليكيشن بقى مختلف شوية. آه، اولا بيكون مشترك مع الويب في الجزء بتاع ما قبل ان هو اليوزر بينتراكت مع الابليكيشن، بينتراكت مع الاعلان، زي الامبريشن والسي تي ار والكليكس، نفس الخطوات. انما بنيجي بقى من اول جزء الانستول، الوضع بيختلف شويه. اليوزر بيعمل انستول، مش شرط يعمل ال الاكشن اللي انت عايزه في نفس السيشن او في نفس اليوم. فعادة بيكون في الجيرني بتكون فريجمنتد، يعني متقسمة لأكتر من جزء. ان هو يوزر بيعمل انستول، وممكن يعمل ريجستريشن، وممكن يعمل الشراء في وقت تاني. طيب، والمشكلة الأكبر بقى إني الداتا بتاعة الابليكيشن بتيجي متأخر، خصوصا في الاي او اس. طبعا الموضوع في الاندرويد مختلف شوية، يعني الاندرويد مفيش فيه تأثير لحد دلوقتي، بس في المستقبل طبعا هيكون نفس الوضع زي الاي او اس بالظبط. ان احنا في الاندرويد برضو نفس الوضع، انت بتقدر تشوف الداتا في نفس الوقت لما اليوزر بيعمل اد تو كارت. كل الايفنتس بتسمع، بتيجي للاد نتورك او الادز مانجر بتاعك في نفس الوقت. اي او اس الموضوع مختلف. اي او اس بيعتمد على السكان نتورك، والسكان حصل منه اكتر من تحديث، كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. التحديث الاخير بتاعه، او اللي هو ما يسمى سكان 4، بقى بيبعت الداتا متأخرة قد ايه؟ عادة بيكون من يوم ليومين. يعني ايه؟ خلينا كده نبص على ابس فلاير، وهي بتعرف الاسكان، وبتقول هو النتورك الكونفرجنز او البوست انستول اكتيفيتي او الاكتيفيتي اللي بيعملها اليوزر بتيجي بعد قد ايه. هنا شايف لو واخدين بالنا بيقول سكان ميجرمنت ويندو ريليفنت فور سكان 4. في تلاتة ويندوز بيجي فيهم الكونفرجنز بتاعتي. there are 3 time periods او windows during which user post install activity is measured. فانت بيكون عندك الكونفرجنز بتيجي على 3 مراحل. اول مرحلة اللي هي من يوم ليومين، تاني مرحلة اللي هي من 3 ل7 ايام، تالت مرحلة من 8 ل35 يوم. طيب،
احنا اللي مهم لينا ايه، او اللي احنا بنبص عليه ايه؟ اللي هي اول مرحله، اول ويندو، اللي هي من يوم ليومين، لان هي دي اللي بيكون فيها الايفنتس. المرحلتين التانيين بيكون فيهم حاجه اسمها كورس فاليو، دي هبقى اشرحها بعد كده. بس هي اول مرحله هي دي المرحله اللي بتبقى بيتبعت فيها الكونفرجن فاليوز بتاعتنا. طيب فاحنا كده عندنا اول ديلي اهو، بنتوقع من يوم ليومين علشان الكونفرجن تيجي عندي على الادز مانجر. طيب هل في ديلي تاني بيحصل؟ ايوه، بيحصل ديلي تاني علشان ابل مش عايزه تعرف سواء الادز مانجر او الاب اونر على اليوزر اللي بيشتري من انهي اعلان بالظبط. فما يقدرش يوصل لليوزر داتا بسهوله، فيعرف اللي هو اي بقى حاجه عن اليوزر ده، ايميله او الديفايس اي دي. فبيعملوا ايه؟ بيستنوا راندوم من 24 ل 48 ساعه تانية غير الديلي اللي بيحصل اصلا في الويندو العادي. ف the app may finalize the conversion value by looking it, then the device sends the post back after a random 24 to 48 hour delay. فكده معناها ان بنستنى كمان من يوم ليومين تاني. فكده عندنا المجموع متقارب، يعني بيكون حوالي من 3 ل4 ايام علشان اول conversion value توصل، خصوصا لو انت بتوبتمايز على كامبين اب كونفرجن. فده هيخلينا ايه؟ ان انت لما تيجي تبص على كامبين وعايز تشوف الريزلتس بتاعتها، ما ينفعش تروح تقول انا امبارح عملت ايه وامبارح الارقام بتاعت الكامبين كان ايه وتاخد ديسيجن على الاساس ده. لازم على الاقل تشيل اخر 3 ايام. وخليني برضو اوريكم مثال لكامبينز. يعني دي كامبينز بدأت من يوم 8، من يوم 8 لحد يوم 14 شفنا اول كونفرجن. طبعا ممكن يكون ديلي، وممكن يكون الكونفرجن او الكامبين ما جابتش كونفرجن او اتاخرت في الكونفرجن، فعادي. بس القصد ان في ديلي هيحصل طول ما انت عامل اب كونفرجن. ادينا هنا بنتكلم على 1 2 3 4 5 6 7 في اليوم السابع. فانت طول ما انت عامل اب كونفرجن وبتوبتمايز على ايفنت، هو ايفنت بعيد، يعني زي ايفنت الشراء او ايفنت التشيك اوت، كل الكلام ده بياخد وقت شويه، لان اولا عقبال ما اليوزر بياخد الاكشن ده بياخد وقت. ثانيا عقبال الويندو بتاع اللي بيبعت فيه السكان البوست باك. ثالثا عقبال الوقت بتاع الراندوم ديلي اللي بتعمله ابل عشان تضمن البرايفسي بتاعت اليوزرز. فكل ده بيخلي ان انت ما تحكمش، لازم على الاقل تشيل 3 او 4 ايام وانت بتبص على الداتا بتاعت الكامبين علشان تبدأ تاخد فيها قرار. فده كده اول حاجة. وده مثال برضو كامبين تانية بدأت من يوم 13، واول كونفرجن شفناه برضو بعد 1 2 3 4 5 6 بعد 7 يوم. فلازم دي تحطها في حسبانك جامد جدا وانت بتبص على الكامبينز داتا. دي اول حاجة. الحالة التانية، طب انا دلوقتي خلاص بدأت الكامبين، هفضل بقى التلات اربع ايام دول بعمل ايه؟ انت ما هو ممكن تكون الكامبين بتخيش مني، او ممكن تكون الكامبين اصلا ادائها مش كويس، فانا لازم اضطر استنى 4 ايام او 3 ايام عشان اخد فيها اكشن. ما انا هخسر كده كتير، خصوصا لو البيزنس بيصرف فلوس كتير. الحل هنا ان انت لازم تكون بتراقب ماتريكس بتديك انديكيتور على الكامبين دي بتعمل ايه. ماتريكس زي السي بي ام والسي تي ار بيعرفوك الكامبين دي ماشيه في الاتجاه الصح ولا لا. طيب انا احدد السي بي ام والسي تي ار دول بناء على ايه؟ لازم تبص على انت الاب كونفرجن كامبين اللي بتعملها على الاكونت اللي ارقامها بتبقى كويسه، متوسط السي بي ام بتاعها بيكون عامل ازاي. قلنا مثلا، خليت سي مثلا ان احنا بتحقق من 25 ل 30 ريال سي بي ام. عملت كامبين لقيتها بتحقق 150 160 ريال. طبعا نفس الاوبجكتيف، يعني بتعمل نفس الاوبجكتيف، يعني مش ما تقارنش الاب انستول باب كونفرجن ولا الاب كونفرجن باب انستول. فلقيتها مثلا انت المتوسط في الاب كونفرجن بتشوفه 30 ريال، لقيت واحده مثلا بداتها كامبين لقيتها 100 عامله 150 ريال. طبعا هنا تشك في الكامبين دي وتاخد فيها اكشن، يا اما تقلل الصرف جامد جدا او توقفها، لان دي كده غالبا هتخيش او غالبا هتكون ارقامها مش كويسه. نفس الكلام برضو في السي تي ار، بتعمل عليه نفس القياس برضو. فبيكون عندنا هنا كده
ليدنج ماتريكس ولاجنج ماتريكس. الليدنج ماتريكس دي اللي هي الماتريكس اللي بتقول لي انا الكامبين دي رايحه لفين. اللاجنج ماتريكس دي بتقول لي الكامبين بعد ما ابتديت اشوف لها ارقام وابتدت يبقى في سي بي اي ليها وكاك، الكامبين دي على البيزنس بتاعي، هل هي بتحقق لي البيزنس اوبجيكتيف بتاعي ولا لا. فلازم تهتم بالاثنين، خصوصا في الاي او اس كامبينز، لان الاي او اس كامبينز هي معقده شويه بسبب موضوع البرايفسي. فلازم عينك تفضل او بتقسم الكامبين او بتقسم الارقام بتاعه الكامبين ل تو ماتريكس ليدنج او ماتريكس بتبص عليها قبل ما الارقام توصل، وماتريكس بتبص عليها بعد ما الارقام وصلت، علشان تشوف اذا كانت الكامبين دي بتحقق الاوبجيكتيف بتاعك ولا لا. طيب في الكامبينز عندنا او في الاب كامبينز عندنا 3 مين سورسز بنبص عليهم: الادز مانجرز، الام ام بي، الباك اند داتا. طيب هنبص على ايه؟ انا دلوقتي حد باوبتمايز اب كامبينز، ايه الميتريكس المفروض ابص عليها كل يوم، او ايه المكان اللي المفروض ابص عليه كل يوم؟ طبعا علشان تاخد الصورة كاملة لازم تكون بتبص على التلاتة، لان كل واحد بيقول لك حتة معينة من الصورة الكبيرة. يعني ايه؟ يعني الادز مانجر بيوريك زي ما كنت بشرح من شوية اللاجنج ماتريكس، الليدنج ماتريكس سوري، اللي هي بتوريك الكامبين دي رايحة فين، وبتوريك انت السي بي اي عندك عامل ازاي، السي بي ام عامل ازاي، بتوريك ارقام الاوبتمايزيشن اللي انت عملته على الكامبينز اثر ازاي على البيهيفير بتاع الكامبين، او اثر ازاي على البرفورمانس بتاع الكامبين. الام ام بي بقى بيقول لك صوره مختلفه، بيقول لك انت اليوزر اللي جبته ده عمل ايه لما جه، البيهيفير بتاعه على الابلكيشن بتاع لما جه كان عامل ازاي، ايه اكتر سورسز عندي بتحقق لي افضل ارقام، افضل رو از، افضل كاك. فالام ام بي بيوري لك شويه ما بعد الانستول وما بعد الريجستريشن يعني على الابلكيشن، بيوريك الاونبوردنج بتاعك عامل ازاي، بيوريك البيهيفير بتاع العميل بتاعك على الابلكيشن، وبيوريك ايه الافضل الشانلز. الباك اند داتا بتقول لك بقى انت بتكسب ولا بتخسر. يعني الباك اند داتا هي اللي بيكون عليها الريل يوزرز اللي جم البروفيتس او الريفينيو اللي حققته، فلازم بتبص عليه عشان تعرف انت بتكسب ولا بتخسر. انا ممكن اكون الادز مانجرز بيوريني ان انا بحقق ارقام كبيره جدا، بس على الباك اند داتا الريفينيو بيكون اقل كتير بكتير من الارقام دي، و فعشان كده لازم اكون ببص عليه. ونفس الكلام في الكاك، انا برضو ممكن اكون شايف في الام ام بي في الاد نتوركس شايف ان في يوزرز كتير بيجوا، بس الحقيقه ان هي ممكن تكون عمليه شراء مكرره. فبالتالي اللي هيديني القول الفصل اللي بيخليني كده مطمن من وانا شغال هو الباك اند داتا. طيب زي ما شرحت ده الجزء اللي انا شرحته بتاع الاد نتورك والام ام بي والباك اند داتا. طيب دلوقتي احنا بقى دخلنا عايزين نتكلم على انواع الكامبينز. طبعا يعني اللي انا هتكلم فيه هقول يعني هشرح كل نوع كامبينز وكلهم موجودين على الادز مانجرز بس بتسميات مختلفة. ف من يعني من الاب كامبينز يعتبر ليها انواع كتيرة جدا على الادز مانجر، وكل نوع بيكون ليه استخدامه او ليه اوبجيكتيف معين. يعني اول نوع هو الاب انستول كامبين، طبعا ده بيكون واضح وموجود في كل الادز مانجر، وده بيكون هدفه ان هو بيجيب لي ناس بتنستول الكامبينز وناس بتداونلود الكامبينز فقط، بتغض النظر بقى الناس دي بتعمل ايه بعد ما بتنستول الكامبينز. التاني حاجة الاب ايفنت كامبينز، وده بيجيب لي يوزرز هم مهتمين بالانستول بس مهتمين بان هم يعملوا ايفنت بعد الانستول. وبتكون في بعض الادز مانجر بيبقى اسمه اب كونفرجن او اب ايفنت كامبين، وبعض الادز مانجر زي جوجل واعتقد وسناب شات بيكون باوبتمايز على انستول وبيبول هو لايكلي تو تيك اكشن بعد الانستول. يعني الناس عايزه تاخد اكشن، الناس بتاخد اكشن معين، يعني باوبتمايز على يوزر تيجي تعمل انستولز وبعد الانستولز ياخدوا اكشن تاني بعد الانستولز. فطبعا النوع ده بيكون كويس جدا لو انا عندي قادر اجيب فيه الكوست بالانستول بسعر كويس،
لان هما اليوزرز اللي بيجوا منه بيكون valuable users ويوزرز قيمتهم كويسه، لان هما بياخدوا اكشن تاني مش مجرد بيعملوا انستولز بس. فلو لما الكامبين دي لما بتظبط معانا طبعا بتكون كويس جدا ان احنا نسكيل فيها. تالت نوع هو السيلز كامبين اللي متوجهه للاب، ودي كامبينز موجوده طبعا في كل البلاتفورم. هي كامبين بيبقى هدفها ان احنا نجيب ناس من يعني هو الادز مانجرز بتشتغل على اليوزرز اللي عاملين انستول اوريدي عندنا، بتحاول توصل لهم تاني علشان توبتمايز الكامبين على الكونفرجنز فقط. النوع الرابع هو زي اللي هو الاب كونفرجن برضو، زي ما هو السيلز كامبين، بس بدل ما بنوبتمايز على البيرشيسز او بنوبتمايز على الكونفرجنز بنوبتمايز على الفاليو. فهنا دي كامبينز بيكون غرضها ان انا احسن الفاليو بتاعة العميل، او ان انا اجيب يوزرز بيديني اكبر فاليو ممكنة. ري انجيجمنت كامبينز برضو دي كامبين موجودة في معظم البلاتفورم او كل البلاتفورم، وهي هدفها ان هي تري انجيج مع اليوزر اللي عملوا انستول او عملوا ريجستريشن عندي على الاب، ان هم يجوا تاني وياخدوا اكشن معين انا عايزه، زي مثلا الشراء، او زي مثلا لو كانوا اشتروا قبل كده يجوا يشتروا تاني. وهيبقى اسمها اب بري انجيجمنت كامبين على معظم البلاتفورم. طيب احنا دلوقتي اشتغل مع ايه؟ هشتغل ايه الكامبينز اللي انا اشتغل بيها دلوقتي؟ دي كده الانواع كلها، انواع الكامبينز. خلينا بقى نتكلم احنا دلوقتي نشتغل بايه. انا دلوقتي حد بيبدأ يشتغل على ابلكيشن كامبينز ومش عارف ايه النوع اللي ابدأ بيه. طيب اول سؤال لازم تسأله لنفسك، انت بتشتغل على اب لسه جديد خالص ما فيهوش اي داتا، ولا بتشتغل على اب اوريدي اتعمل له كامبينز وليه كامبينز قبل كده؟ لو الإجابة هو اب جديد، فانت حتما انت لازم تبدأ باب انستول كامبينز. ليه؟ الاب انستولز كامبين بيكون هدفها ان احنا بنجيب ناس علشان يخشوا نشوف الاونبوردنج بتاعنا عامله ازاي، يجربوا الابليكيشن، نشوف لو في اي مشاكل، نعرف الكونفرجن ريت بتاعنا عامل ازاي، نبدا نحط يكون في داتا في الاس دي كي، ويكون في داتا على الادز مانجرز، فنبدا نعرف الادز مانجرز بالعميل بتاعنا. فانت لازم في البدايه توصل تبدا باب انستول كامبين، ولما تبدا توصل لرقم most likely يعني او تقريبا بيكون 1000 انستولز. يعني ده رقم تقريبي، بس المهم ان يكون عندك ايفنتات زي البيرشيس حصلت اكتر من مره، ايفنتات اللي تشيك اوت الاد تو كارت، يعني بدا حصل ان اليوزر بدا اليوزرز بداوا بعد الانستولز دخلوا وخدوا الجيرني بتاعتك كامله. تبدا واحده واحده بشكل بسيط تبدا اب كونفرجن كامبين. الكامبينز اللي هي هدفها او سيلز كامبين للاب اللي هي هدفها تخش تجيب ناس تشتري على طول. بس طبعا بتكون في الاول هتبدا بسعر يعني بنسبه قليله من البادجت 10-20% علشان تشوف الوضع هيكون عامل ازاي. مع الاب كونفرجن بتبدا برضو الكامبينز بتاعه الاب انستول لليوزرز هو ار موست لايكلي ان هم ياخدوا اكشن، يعني مش بييجوا يعملوا انستولز بس، هم بييجوا يعملوا انستولز وبياخدوا اكشن بعد الانستولز. وبتبدا مع الوقت تشوف الارقام عامله ازاي. لما بتلاقي ان الكامبين بتاعه الكونفرجن مثلا ابتدت تحقق لك كوست بير اكشن كويس معاك، انت مرضي يعني بالنسبه للبيزنس هو تمام، بيحقق البيزنس اوبجيكتيف، فبتبدا تزود السبند بتاعك على الاب كونفرجن كامبين. وفي نفس الوقت بتشوف الانستولز اللي بتيجي من الكامبين الانستولز اللي انت عاملها، هل الكامبين انستولز اللي بتوبتمايز على اكشن تاني ابتدت تحقق كوست بير انستول كويس مقارنه بالاب انستول عاديه، ولا ستيل لسه اغلى؟ لو اغلى بتبدا تزود عليها بنسبه بسيطه يعني لحد ما تبدا الكوست بير انستول بتاعها يتحسن، وهتسيب الاب انستول زي ما هي شغاله لحد ما الاب انستولز اللي هي اللي بتوبتمايز على اكشن تاني ارقامها هتتحسن وتبدا تنقل عليها معظم البادجت. ولو الكونفرجن ريت طبعا بتاعك كويس من اليوزرز اللي بيعملوا انستول لحد ما بيشتروا، فبرضه بتسيب الاب انستولز مش بتوقفها.
بعد كده لو انت بقى ابتديت، يعني طبعا الكلام ده بياخد شهور، بس انا بشرحه سريعا. لو ابتديت بقى يبقى عندك كونفيدنس وثقة كفاية بقى في الاب كونفرجن كامبين، انها ابتدت تحقق لك الكاك او السي بي اي اللي انت عايزه. عندك اب انستول شغاله بتجيب لك كواليفايد او الداتا الكواليتي بتاعت انستولز كويسه، ممكن تبدا تشتغل على اب كامبينز او اب بيرشيس كامبين هدفها الريفينيو زي ما وضحنا. بتبدا تسكيل بقى ان انت مش مجرد بقى عايز نيو يوزرز بس، انت عايز يوزرز يحققوا لك اعلى ريفينيو، عشان لو عايز تعلي الرو اس بتاعك. طيب، دي في الحالة الأولى اللي احنا قلنا لو الأب لسه جديد. طب لو الأب لسه شغال، لو الأب شغال يعني وعليه كامبينز بقى وفي كل الكلام ده، بتبدأ بقى تخش تعمل اناليسيس تشوف أرقامك. أولا لو في أب انستول كامبين شغالة، بتقارنها بالاب انستولز بتاعت اللي هي بتوبتمايز على اكشن تاني بعد الانستول. لو لقيت ان الكونفرجن ريت بتاع الاب انستول التاني كويس والكوست بالانستول بتاعه كويس، فخلاص ابدا شيفت من الاب انستول للانستول وبتوبتمايز على الاكشن. ما لقيتش، خليك على الانستول لحد ما تبدا الكامبين دي تتحسن، او لو الكونفرجن ريت بتاع الاب انستول كويس خليك شغال عليها. الحاجه التانية بقى، لو الاب كونفرجن بتاعتك الكاك بتاعها كويس، بتبدا تسكيل عليها وبتبدا تودي لها بادجت اكبر، ومع الوقت تروح للاب ريفينيو. فهو انت يعني احنا لو خدت بالكم من الكلام، انا جبت الجزء بتاع ان انت بتوبتمايز الكامبينز، يعني انت الجزء بتاع تحسين الكامبينز من لما بتستلم الاكونت وهو عليه اوريدي كامبينز، فاللي بيحصل فيه هو تحسين للابليكيشن علشان تجيب افضل انستول وافضل كواليتي اوف انستولز، وبنفس الكلام افضل كواليتي، افضل نيو يوزرز بييجوا يعملوا الاكشن اللي انت عايزه بافضل كاك. ف يعني حاولت اشرح الحتة دي، لو مش واضحة قولولي ممكن اعملها في فيديو تاني. بس المهم ان انت تبدأ تختار الاوبجكتيف او الكامبينز بتاعتك، سواء انستولز سواء كونفرجن سواء سيلز، بناء على انت فين في انهي فيز في البيزنس. لو لسه في الاول هتركز على الانستولز اكتر، لو بقيت البيزنس بقى ماتيور كفايه وفي داتا كفايه تبدا تركز على الكونفرجنز اكتر. لو لسه في النص فبتحاول تخلي في بالانس ما بين الانستول كامبين وما بين السيلز كامبين. بس كده، اتمنى الشرح يكون واضح، ولو مش واضح قولولي، هشرح تاني. وبس كده.